لعملاء البنك الأهلي التوجه فورا لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي للحصول على 3000 جنيه لهذا السبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واسمع منكم دايما أحلى التعليقات، واللي شايف انه استفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسبق الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل لكل الناس. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. ولأن البنك الأهلي من أكبر البنوك العاملة في مصر ويعتبر الذراع الأيمن للبنك المركزي والذي يعتمد عليه هو وبنك مصر عند إصدار شهادات بفوائد مرتفعة، سواء لسحب السيولة النقدية من السوق المصرفي أو لضبط التضخم وخفض أسعار الفايدة، فهو أكثر البنوك الموثوق فيها من جميع العملاء المصريين. وده اللي شفناه عند إصدار شهادات 18% السابقة من قبل البنك المركزي بالبنك الأهلي وبنك مصر، فكان نصيب البنك الأهلي هو النصيب الأكبر من بنك مصر. وعند وصول المستهدف من شهادة 18% من البنك المركزي تم إيقاف إصدار شهادة 18%، وتم إصدار بعدها شهادة 14% لمدة فترة قصيرة، التي تم تغييرها الآن لتصبح العائد الشهري في البنك الأهلي وبنك مصر يصل إلى 16% شهريا و17.25% سنويا. ولأن البنوك بتبحث دايما عن جذب العملاء الجدد، بدأ البنك الأهلي المصري الإعلان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن أحدث العروض لعملائه، حيث يتيح البنك الأهلي المصري استرداد 5% من مشترياتك عند قيام عملاء بطاقة الائتمان الجدد بإصدار بطاقتهم الائتمانية خلال فترة العرض، واستخدامها في المشتريات خلال شهر الإصدار أو الشهر الذي يليه. ويمكن أيضا الحصول على كاش باك يتمثل في 5% من قيمة المشتريات التي قام بإجرائها خلال الشهرين، والعرض ساري حتى 31 ديسمبر 2022، حيث تصل الهدايا النقدية الفورية إلى 3000 جنيه مصري من البنك الأهلي. وانتظروا مننا كل جديد في عالم البنوك وكل الأخبار الجديدة، بس ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبارنا. انتظرونا، إلى اللقاء.